السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. يعود عليكم الأيام بالخير والبركة والصحة والعافية يا رب. النهاردة هنعمل مع بعض كحك العيد. كحك دايب قوي ناعم وعلى البارد هنعمله. عملناه قبل كده على السخن، هنعمله النهاردة على البارد ان شاء الله. نشوف مع بعض المقادير. معايا انا 650 جرام سمنة بلدي، انتوا اي سمنة عندكم استعملوها عادي. معايا معلقة اللي زيادة هنا عندي، معلقة ونص لبن بودر، معلقة سكر كبيرة، معلقة خميرة وسكر بودر، ريحة كحك معلقة، معلقتين سمسم كبار، معلقتين نشا، معلقة بيكنج باودر، كيلو دقيق، مية دافية هنا، كوباية مية دافية. نحط بقى أول حاجة نعملها نحط السكر زي ما عملنا، نعمل كده العادي، السكر مع الخميرة كده على جنب كده، نسيبها تخمر شوية. بعدين نبتدي بسم الله ننزل السمنة، نضرب بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي بقى ننزل الدقيق. معانا كيلو دقيق عد الاستخدامات، أو انتوا أي دقيق متعودين عليه تجيبوه. بسم الله بسم الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ننزل السمسم وريحة الكحك، لبن البودر، النشا، معلقتين نشا، معلقة البيكنج باودر، نضرب على السرعة الهادية الأول. كده بصوا يا جماعه اتبست ازاي، سبتها 10 دقايق شغاله لحد ما تتبست. بصي نعمت ازاي، لازم تتبس كويس قوي. دلوقتي هننزل بقى الميه بالخميره بسم الله، هنشغل يا دوب بس نلم العجينه، مش هعجن، هلم العجينه بس. شايفين يا جماعه العجينه كده بعد ما لميتها خلاص كده، هحطها في العجان تاني، في العجان العادي، هشيلها من هنا احطها في العجان عادي واسيبها ترتاح 10 دقايق. دلوقتي بقى نعمل الحشو معانا. هنحشي النهارده ملبن، عندي هنا نص كيلو ملبن، عين جمل مجروش، معلقه سمنه بلدي، كله ده هنقلبه مع بعض ونشوف هنقدر نرجع بقى نحشي ونشتغل مع بعض ان شاء الله. نبتدي بسم الله كده، نقطع العجين كله مقاس واحد كده، حاول ان كله يبقى مقاس واحد عشان متبقاش الكحكه تستوي قبل التانية. نبتدي كده من اول واحده، شايفين زي بنعمل في الكوبيبه كده، نجوفها من جوه. العجينه دي ناعمه جدا يا جماعه، انا حطيت 650 جرام سمنه، يعني نص كيلو كوبايه كده الا ربع، عشان انا عايزاه ناعم. لو انتوا عايزينه ما يكونش ناعم قوي كده بتقللوا تخليها 550، يعني
حطوا 2.5 كوباية بس. القش بتاعنا كده نسمي بسم الله. شوف النقشة دي، بسم الله الرحمن الرحيم. نعمل نقشة تانية، نجوف كده، نعوج كل واحدة نقشة عشان هكمل انا، عشان هاخد معايا وقت اكيد، مش عشان مطولش عليكم الفيديو. كحك عشان تبقوا عارفين طريقة السوا، كحك المحشي نعمل سادة ومحشي. المحشي 220 سوا فوق وتحت على طول، متحطوش على نار هادية ابدا عشان مينفعش الملبن ينشف معاكم من جوه وممكن يفرق. السادة بتحط على 180 ياخد راحته في السوا عشان كله يبقى عجين. خلاص دي نقشة تانية. عندي هنا اللي هي القطعات دي، بس الشكل جميل ازاي. دي السادة هسيبها هنا دلوقتي، انا بوريكم بس السادة واوريكم ايه المحشي. نجوفها كده زي ما كنا هنعمل الكوبيبة، نحط فيها حتة الملبن اي حشو انتوا عايزينه. نقفل عجينة حلوة بسم الله ما شاء الله. بوريلكوا طبعا، انا مش هسيبه يخمر زي ما عملت في المنين، اخلص خالص وابتدي اسوي على طول من اول صاج ابتديت فيه. ممكن كده البصامة دي اخر واحدة اوريها لكم، اوريكم نقشات، اوريكم نقشة تانية بالمنقاش، وهكمل انا عشان ما اطولش عليكم اكيد الفيديو، وقلت لكم طريقة السوا ايه، وهكمل انا. اهم حاجة كان عندي اوريكم بس العجينة والمقادير وطريقة التشكيل ومدة السوا. انا هكمل مع نفسي كده. خلاص كده هكمل انا الكحك بتاعي كله وادخله في الفرن زي ما قلت لكم على طريقه السوا ايه. نرجع نشوف بعد السوا باذن الله. الكحك بتاعنا يا جماعه بعد ما خرج من الفرن، مش عارفه اقول لكم ايه بصراحه ربنا، بسم الله ما شاء الله. بصوا السوا بتاعته فوق عامل ازاي، بصوا المحشي، بصوا الكحك عامل ازاي، صراحة فظيع وتحفة تحفة تحفة تحفة. كل سنة وانتم طيبين، يعود عليكم الأيام بخير يا رب. شايفين الكحك، جربوا بقى تجربوه تقولوا رأيكم ايه. متنسوش بقى اللايك والشير، تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد ان شاء الله.